الحمد لله ما توالت أفضاله وعمل نواله وتمت أقواله، والصلاة والسلام على معلم الزمان صاحب الكمال ومبعوث الآنام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يسر أسرة التربية الإسلامية أن تقدم لكم برنامجها الإذاعي لهذا اليوم. موضوع أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم. القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى، وهو آخر وأفضل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، ولذا فليس فيه تحريف أو تزوير، فهو نور يهدي الناس إلى الإيمان بإذن الله تعالى. أما الآن فمع آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الآن مع الحديث الشريف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما الآن نستمع إلى حوار بين القرآن الكريم والهادي. أنا الهاتف لا يستغنى عني الإنسان. أنا القرآن دائما ينساني الإنسان. أنا دائما أكلمه ويكلمني. دائما أكلمه وهو حتى لا يسمعني. لدي مميزات إرسال واستقبال الرسائل. أنا كل رسائل ووشائل ومع ذلك يستغني عني. تخرج مني ذبذبات ضارة تؤثر على الجسم والعقل، وبالرغم من هذا لا يستغني عني. أنا طبيب الأرواح والنفوس والأجسام ومع ذلك يستغني عني. أنا يتباهى بي عند أصحابي. أنا أكبر مصدر لانتباهي ومع ذلك يستحي أن يحدث أصحابه عني. والآن مع قول علماء الغرب عن القرآن الكريم. قال العالم الإيطالي كونت إدوارد: لقد طلعت وبدقة الأديان القديمة والجديدة، وخرجت بنتيجة لأن الإسلام هو الدين السماوي والحقيقي، وأن الكتاب السماوي لهذا الدين وهو القرآن الكريم ضم كافة الاحتياجات المادية والمعنوية للإنسان. كما قال الفيلسوف الفرنسي المشهور فرانسو ماري بولتر: أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين لاختار الأول، إذ أن الكتاب الذي نزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم يعرض في ظاهره أفكار تنطبق مع الأسس العقلية. وقال الخبير الألماني بشؤون الشرق السيد بلاد: لغة القرآن الكريم أفصح لغات العرب، وللقرآن الكريم مواعظ واضحة لن تجد لها في المستقبل القريب من يعارضها. كما قال المفكر والفيزيائي الألماني ألبرت أينشتاين: القرآن الكريم ليس بكتاب جبر أو هندسة أو حساب، بل هو مجموعة من القوانين التي تهدي البشرية إلى طريق سوي تعجز أكبر النظريات الفلسفية عن تقديمه أو تعريفه. وقال جوزيف أرنست رينان الفيلسوف الفرنسي المعروف: تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها، والتي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، ولكن هناك كتاب واحد تؤنسني قراءته دائما، وهو كتاب المسلمين، القرآن. فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني طلبت القرآن، حيث أنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. ولو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير. سبحان الله، غير المسلمين وشهدوا بشهادة حق للقرآن. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فهذه كلمات الوليد بن المغيرة، وهو بلا شك كافر من أشد أعداء الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من كفره لم يستطع أن ينكر إعجاز القرآن الكريم.
رسالة إلى حامل القرآن. يا حامل القرآن، كم من دمعة مسحها القرآن، وكم من جرح ضمده القرآن. يا حامل القرآن، ما دمنا مع القرآن فلن يضيعنا الله. قال أحد السلف لطلابه: أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال: مؤمن لا يحفظ القرآن، بما يتلعب، بما يترنم، بما يناجي ربه. والآن مع الدعاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم، واجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أما الآن فمع أنشطة رقيقة عن القرآن. والسلام عليكم.